يا هلا بيكم متابعينا الكرام في كل مكان، ونبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في مواجهة تبدو وكأنها في المتناول، لكنها ليست كذلك. مباراة من المباريات الصعبة يواجه النادي الأهلي مودرن سبورت السبت الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة في افتتاح مباريات الدوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن التشكيل اللي غالبا هيبدأ بيه كل فريق. انزل بسرعة اهبد اللايك المتين للفيديو واعمل اشتراك كده بالحب وخليك معايا للآخر علشان تعرف كل التفاصيل. المباراة يحتاج فيها الأهلي للتكشير عن أنيابه وتوصيل رسالة قوية لكل المنافسين أنه الموسم ده ما بيهزرش، ويحتاج فيها المنافس أيضا لتقديم مباراة جيدة ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية للتأكيد للجميع أنه لن يقبل تكرار ما حدث الموسم الماضي والمنافسة على الهبوط. الأهلي أبرم صفقات على أعلى مستوى وأصبح يملك فريق مرعب، لكن كرة القدم لا تعترف بالأسماء ودائما ما تكون في صف الأكثر اجتهادا وتركيزا وقتالا. مؤكد لاعبي مودرن سبورت سيدخلون المباراة وسيحاولون تقديم كل ما لديهم أمام الأهلي، ولاعبي الأهلي إذا احترموهم سينجحون إن شاء الله في الفوز، لأن هناك فارق إمكانيات كبير. ولكن إذا لم يحترم لاعبي الأهلي مودرن وتعامل معهم بتعالي فستكون بداية غير موفقة. أهم صفقات مودرن قبل بداية الموسم هم محمود ممدوح مهاجم الحدود السابق، وجود شيكا مهاجم الطلائع السابق، ورشاد متولي صانع ألعاب بتروجيت السابق، وكمان محمد أبو جبل، وهذا بالإضافة إلى أحمد مزهود الظهير الأيسر التونسي صاحب القدم اليسرى المميزة جدا، والذي كان يلعب للترجي التونسي وسجل له العديد من الأهداف عن طريق التسديد من خارج 18، والمميز جدا في تنفيذ الكرات الثابتة وإرسال الكرات العرضية، واللي كان بيوصف في وقت من الأوقات أنه بديل علي معلول. بالنسبة لقائمة الأهلي للمباراة فالقائمة المبدئية ستأتي كالتالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد أحمد سيحة. في خط الدفاع ياسر إبراهيم، أشرف داري، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكم، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، كريم فؤاد، محمد شكري. في خط الوسط أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي قفشة. تحت الهجوم زيزو وتريزيجيه، أشرف بن شرقي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر. في الهجوم جراديشار، محمد شريف. بالنسبة للتشكيل المتوقع فالأقرب أن يبدأ محمد الشناوي أساسيا، والشناوي مطالب بأن يظهر للنادي أنه يستحق الثقة التي وضعت فيه ومحاربة كل الآراء الأخرى التي تطالب بإشراك شوبير أساسيا. ونتمنى أن ينجح في الظهور بمستوى جيد، لأن أي خطأ لا قدر الله هيسخن الدنيا بشكل كبير جدا وسيضع على نفسه ضغوط كبيرة جدا. بالنسبة لخط الدفاع فالأقرب حسب الأنباء اللي بتخرج من الأهلي مؤخرا أن يبدأ ياسين مرعي وبجواره ياسر إبراهيم، أو ياسين مرعي وبيكهام، كون هذا الثنائي هم أكثر ما يناسب طريقة لعب المدرب الإسباني ريبيرو، وهي بناء اللعب والخروج بالكرة بشكل جيد من الخلف. وفي الجانب الأيمن محمد هاني، وفي الجانب الأيسر محمد شكري. كريم فؤاد في الجبهة اليسرى بدبدب ورا محمد شكري بشكل قوي جدا، وممكن في لحظة يشارك أساسيا بدلا منه، وده اللي بنتمناه من عمر كمال عبد الواحد، اللي بتمنى انه لا يستسلم لفكرة انه لاعب بديل عشان يكون هناك منافسة قوية تدفع هاني للظهور بمستوى جيد. في الوسط محمد علي بن رمضان ضمن مكانه أساسيا. قيل مؤخرا أن ديانج قد لا يشارك أساسيا، ويعتمد الجهاز الفني على أحمد رضا بسبب تحفظ ريبيرو على استلام ديانج للكرة وهو وشه للمرمى واستغلاله من الخصوم للوصول لمرمى الشناوي مثل ما حدث في أحد المباريات الودية بتونس. لكن ريبيرو بقيله فترة شغال على تطوير الحتة دي في اللاعب المالي، واعتقد سيعتمد على ديانج أساسيا بجوار بن رمضان ومعهم محمد مجدي قفشة في مركز 10. وفي الأمام الثلاثي زيزو في الجناح الأيمن، وتريزيجيه بجناح الأيسر، ومحمد شريف في الهجوم. وأتمنى أن يكون هناك انسجام بينهم، لأن ده لو موجود ما فيش أي دفاع يقف قدامهم. بالنسبة للبدلاء فأعتقد بن شرق والشحات وطاهر سيكون لهم أدوار مهمة جدا في الشوط الثاني. أما بقى بالنسبة لنقاط الضعف فأنا ما اتفرجش على مودرن بعد ما غير قوامه حتى الآن، ودي هتبقى أول مباراة ليهم مذاعة، ولكن أعتقد أيا كان الأسماء الموجودة في الدفاع لو ضغط عليهم من الأمام هتعمل لهم مشاكل كبيرة جدا، لأن لعيب الدوري المصري عموما بيواجهوا مشاكل مع الضغط من الأمام، وكمان بيواجهوا مشكلة في التعامل مع الكرات العرضية والثابتة وسوء تمركز، ودي كلها أمور يمكن العمل عليها للوصول لمرمى أبو جبل والفوز وتحقيق ال3 نقاط. أخيرا على الشناوي الحذر من أحمد مزهود الظهير الأيسر التونسي، لأن كما أكدت في البداية بيسدد كتير وعنده قدم يسرى مميزة، وعلينا تقليل الكرات الثابتة حوالين ال18، وأيضا إيقاف رشاد متولي صانع ألعاب بتروجيت لأنه هو المحرك الأساسي للفريق.
ما تنساش تتفرج على الفيديو اللي هيظهر على الشمال ده، فيديو جميل هيعجبك، واهبد اللايك الجميل بالحب. أشوفك على خير نسر التحليل. سلام.